احنا كنا نزلنا فيديو امبارح، ولكن الطلب مننا من صاحبة الفيديو ان احنا نمسحه لان هي بتقول حلت مشكلتها واحنا كنا عايزين نساعدها، فطبعا كنا لازم نحترمها ونحترم رغبتها ومسحنا الفيديو. بس هل المشكلة دي مش موجودة؟ لا موجودة، وتعالوا سمعكم وتشوفوا بنفسكم. 1,200,000 جنيه بلغني بتقول لي انا اتعرضت لان في حد اخترق الموبايل بتاعي ودخل على الابليكيشن بتاع البنك بتاعي وعمل تحويلات ب1,200,000 جنيه. الساعة 2 ام احمد معايا، قلت له انا اسمع عبد الكرة ام احمد، قلت له ايوه. قال لي حد سايب لك ايجار 2,500. بالفعل انا ليه عند حد ايجار 2,500. صحيت بنتي وقلت لها خدي اديله الرقم عشان يحول عليه. قال معلش انا بحولك من مكنه، طب اضربي نجمه شباك 3 سبعات مش عارفه ايه. طب الرقم ده مش جايب معايا، معاكي محفظه تاني؟ ايوه معايا. خد منها ارقام ال3 محافظ، سحب اللي على ال3 محافظ مبلغ، ومبلغ كبير. سمعتوا؟ دول حالتين، حد كان مستضيف حد وحكى له الحكايه اللي سمعتوها، وواحده تانيه في المحفظه نفسها بيتم ده فيها، والارصده من المكان من اي بنك. احنا مش بنتهم بنك معين، لكن بتحصل في اي بنك وبتحصل في اي محفظه. فاحنا عايزين نشوف الخلل هنا فين، عايزين بس نعرف مين بيجيب بياناتنا من على السيستم. اي بنك واي محفظه مين بيخش؟ لو في خلل في اي محفظه من المحافظ بتاعه الشركات من فضلكم اثبتوها. لو في خلل في اي بنك حد بيعرف يخش على السيستم يخترقه، حد بيبقى واقف فبياخد البيانات ويتصل بالناس، البنك يظبط الدنيا، لان الناس ارصدتها دي هي دي الحاجه اللي بتتسند عليها. ما بقاش انا قاعده في البيت وابص الاقي نفسي جايه لي رساله ان مفيش معيش رصيد ورصيدي كله راح. احنا مش بنتهم حد بعينه، بس بنقول اي مكان فيه خلل من فضلكم حاولوا ان انتوا تصلحوه، حاولوا تعرفوا النصب اللي بيحصل ده منين، واكيد انتوا كمان زينا عايزين توقفوا المهزله دي. فمن فضلكم احنا ما بنتهمش حد، احنا بنطلب وقف المهزله دي بسرعه.